ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام. كمل الفيديو معايا للاخر، ولو انت مش عاوز تكمل ما تكملش، اخرج وكمل سكرول على الفيس والحاجات اللي انت مكمل عليها، عشان والله يشهد على الكلام ده ان الفيديو ده هو خلاص اخر فيديو عمله طلبه الثانويه عامه في الفتره الاخيره، وكمان هو خلاصه اي حاجه على السوشيال ميديا، خلاصه فيديوهات النصايح كلها وخلاصه كل حاجه. كمل الفيديو معايا للاخر ومش هتخسر حاجه، عم 10 دقايق باذن الله مش هيزيدوا عن كده، وهسرع كمان كلامي ومفيش اعلانات ومفيش اي حاجه، فخدهم على بعضهم كده عشان تستفاد تطلع باقصى استفاده. انت بتضيع طول اليوم عندك في التيك توك والفيس وجاي على 10 دقايق هيفيدوك في مستقبلك وتضيعهم على العموم براحتك. كمل بس معايا الفيديو وباذن الله تستفاد. النهارده هكلمك يا صديقي العزيز عن اهم 10 نصايح الطلبه كلهم بيعملوها او هم نفسهم يعملوها في الفتره الاخيره، ودول خلاصه انا اللي كنت بعمله. مبدئيا كده رقم واحد هي ان انت مثلا لو عندك امتحان شامل الفتره الاخيره وجبت مثلا 50 من 80، او عندك مثلا بتحل في امتحانات شامله في الكتاب وجبت مثلا نص 60 من 100 او نص 40 من 100، عادي. الغلطات دي كلها عادي، دي اكتر فتره الطلبه بتشتكي ان هي بتنقص، وده هو سبب احباطها. ده عادي جدا. من ايه؟ انت طالب مراكم طول السنه وجاي تحل لاول مره، فانت لازم عادي. فعشان تستفاد من الغلطات دي هي لازم تستفاد من الكيفيه وليس الكم. يعني عادي غلط في 100 سؤال من ال 100 سؤال عادي، بس الفكره في ايه بقى؟ الطالب الذكي او الطالب الشاطر المتفوق اللي هو يكتب الغلطات دي، انا غلطت في كذا عشان كذا، نكتب الفكره كذا، ويكتب بقى كل ده في كراسه كده خارجيه، يكتب كل الافكار دي عشان ما يغلطش فيها تاني وما يقعش فيها تاني. الشاطر اللي يعرف الحاجه مره واحده، اما الغبي اللي يعرف الحاجه اكتر من مره، وحتى لو جات في امتحان نهايه السنه هيغلط فيه، زي مسائل المعايره في الكيمياء، زي الاجهزه في الفصل الثاني في الفيزياء، وهكذا امثله معروفه. طيب عندك دلوقتي يا اما طريقين، يا اما تمشي على المراجعات النهائيه مع المدرسين وكل محاضره تنزل تسمعها وتطبق عليها اللي انت تذاكرها ثم تحل عليها، يا اما تعمل جدول لنفسك. لو انت طالب غير مقتدر تعمل جدول لنفسك، مثلا وليكن شهر كامل من اول النهارده وليكن 18/4 ل 18/5، المنهج كله هلمه في الشهر دون، واكتب لي مثلا اليوم الاول الفصل الاول فيزياء، وهكذا. تعمل جدول منظم كده وتكتب على اليوتيوب الفصل الاول مجمع فيزياء، هيظهر مثلا مستر عم عبود محمود مجدي وكل حاجه. تسمع الشرح ثم تجيب مثلا كتاب من على اليوتيوب، من PDF، من اي حاجه، وتبدا اللي انت تحل. ده لو انت طالب غير مقتدر. فهم الطريقين دول المتاحين في الفتره الحاليه، يا اما مراجعات نهائيه يا اما تعمل جدول تمشي عليه من اليوتيوب. طيب تالت حاجه عايز اكلمك عنها في فيديو النهارده هي ان انت بلاش الصياح. انا لسه قلتها في فيديو قبل كده بس انا بقولها لك تاني، لان في ناس رجعت لي تاني قالت لي احنا مش قادرين مش هنوصل، كلام فاضي والحمضان ده كله. يا باشا الصياح مش هيفيدك بحاجه، ابدا واجتهد، لان انت خلاص انت بتتكلم في 58 يوم تخش امتحان ثانويه عامه، وهتعرف معنى كلامي اللي انا قلت لك ذاكر الفتره الحاليه في لجنه ثانويه عامه وضغط اللجنه وانك قاعد في قلب الورقه مش عارف حاجه. حس بس باهلك في الفتره دي واجتهد كده وابدا انك تذاكر عشان ربنا يكرمك. رابع حاجة هكلمك عنها في فيديو النهاردة يا صديقي العزيز هي ان انت مثلا لو اخدت في الفصل الاول فيزياء في المراجعات النهائية، سواء في المراجعات النهائية او في الجدول اللي انا سايلك عليهم الطريقتين اللي انت تمشي عليهم. لو مثلا اخدت الفصل الاول فيزياء تعمل ايه بقى؟ مثلا النهارده اخدت الفصل الاول فيزياء، المحاضرة الجاية اخدت الفصل الثاني فيزياء، تعمل ايه؟ تخلص الفصل الثاني فيزياء تجيب الفصل الاول، الحاجه الجديده تاخد معاها الحاجه القديمه، الحاجه الجديده تاخد معاها الحاجه القديمه لحد ما تخلص المنهج. كده هتلاقي نفسك على ما تخلص المنهج لسه فاكر الفصل الاول، لما تخلص مثلا الانجليزي تلاقي فاكر يونت 1، وهكذا. ده انك ماشي مع المراجعات، المحاضره اللي تنزل ذاكرها وكل حاجه، بس هات القديم معاها، ذاكر الجديد وهات القديم معاها، هتلاقي نفسك ماشي في الجديد حلو وماشي في القديم حلو. فلما تيجي تخلص المنهج خالص تيجي تراجع عليه مراجعه سريعه هتلاقي نفسك فاكره، تراجعه في ساعتين 3 بالكتير المنهج كله. ودي من اهم النصائح اللي الطلبه بيعملوها في الفتره الحاليه، مش طلبه عاديين، لا طلبه متفوقين واول جمهوريه. والنصيحه دي انا كنت بعملها، كنت اخلص المحاضره مثلا وليكن محمد صلاح نزل 3 محاضرات لحد دلوقتي، ذاكرت المحاضره الاولى والثانيه والثالثه، النهارده مثلا انزل الثالثه ذاكرتها كل حاجه اجيب معاها الاولى والثانيه، نزل الرابعه اجيب معاها الاولى والثانيه والثالثه، وهكذا. هلاقي نفسك على اخر السنه مفبرك كل حاجه وفاكر كل حاجه، حتى فاكر المنهج. لما تيجي تخش امتحان ثانويه عامه المنهج ما يتعبكش المراجعه، لا تراجعه مره واحده في ساعتين 3 وتبدا انك تحل عليه. طيب دلوقتي كمان حاجه لازم بعد ما تخلص مثلا امتحان او شامل فيزياء او شامل كيمياء او تخلص المنهج عموما، هات بقى كده مثلا وليكن النهارده نزل لك فصل اول فيزياء في المراجعات، وخدت فصل اول فيزياء من مستر محمود مجدي او معبود او اي حاجه، خلصت وذاكرت وطبقت وحليت كل حاجه. هات بقى قوانين الفصل الاول كلها كده واكتبها على الحيطه وعلقها، الحاجه دي هتفيدك في انك لما تبص عليها تحفظها. وكذلك في الكيمياء مخططات ذهنيه اللي هي مثلا مخططات الحديد، مخططات العضويه، كل الحاجات دي علقها على الحيطه هتلاقي نفسك مستفاد منها. ده هيخلي الحاجه ثابته في دماغك، وكمان هتلاقيك دايما فاكرها اول باول.
كمان حاجه كبر دماغك من اللي بيقولك مش توصل ويقول لك انك خلاص فشلت والكلام ده، لان ده عاوز منك حاجه من الاثنين، يا اما عاوز يوقعك يا اما هو بيصبرك لان هو خلاص عدى بالتجربه دي وفشل فيه. فانا هقول لك حاجه، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني اجتهد واسعى، والنتيجه دي حاجه بتاعت ربنا مش حاجه مش بتاعتك. والله ياما ناس اجتهدت وياما ناس وصلت، وياما ناس اجتهدت وياما برضه ما وصلتش. فالمعادله مش انك ما ذاكرتش يبقى سقطت، لا ذاكر واجتهد عشان تلاقي. ومش شرط تلاقي ثانويه عامه، في الكليه، في مستقبلك، زي ما قلت في فيديو سابق، كل الكلام ده. كمان اهم حاجه بقى في الفتره الحاليه ان انت تعود نفسك على مود لجنه ثانويه عامه. انت قاعد دلوقتي في البيت مأنتخ مروق على حالك، والله مستر محمد صلاح عامل لك امتحان شامل على المحاضرات كلها والمنهج كله. تقوم جاي بقى انت ايه، قاعد لك كوبايه القهوه وكوبايه النسكافيه وكوبايه الميه الساعه جنبك، وتبدا انك تحل والمروحه شغاله فوق والدنيا تمام والتكييف. ده مش نافع. انت عاوز تعود نفسك على مود لجنه ثانويه عامه، مفيش ميه جنبك، مفيش اي حاجه، لو شويه ميه بس ماشي اهو. انما كوفي والحاجات دي، يعني انت هتخش لجنه ثانويه عامه مش هتلاقي مراوح، هتلاقي حر، هتلاقي ضغط، هتلاقي زنقه، هتلاقي بص كل حاجه. فانت شغل تايمر جنبك والامتحان الشامل شغال، وابدا انك حل وحول نفسك على الضغط. دي اهم حاجه. ليه بقى تيجي تخش امتحان ثانويه عامه تقول شكرا يا دكتور فارس؟ انا لما دخلت امتحان ثانويه عامه حسيت ان انا متعود على كده. انما الطلبه ياما طلبه مجتهده متفوقه وكل حاجه دخلت لجنه ثانويه عامه، فرق بينها ان هي مثلا كانت بتقعد في البيت تذاكر وتيجي تحل امتحان شامل، تحط كوبايه الكوفي والتكييف شغال والدنيا تمام. دخلت لجنه ثانويه عامه اتفاجئت من الوضع، اترهبت من الوضع، فضاعوا حرفيا في لجنه ثانويه عامه بس، رغم انهم كانوا مجتهدين جدا. فما يغركش لجنه ثانويه عامه، لجنه ثانويه عامه وهيبه ثانويه عامه لوحدها هي في اللجنه. فاللجنه دي نعود نفسك عليها من دلوقتي، كل يوم والله امتحان شامل شغل التايمر، ما خلصتش في التايمر لا، كل سؤال دقيقه عد السؤال، عود نفسك ان السؤال ما تعرفوش علم عليه، كل الكلام ده وندرب نفسك عليه من دلوقتي عشان تتعود على مود لجنه الثانويه عامه. كمان حاجه، افتكر ان ربنا مش هيساوي بين اللي ذاكر اول السنه واللي ذاكر دلوقتي. دي كلمه اتقالت كتير جدا، والكلمه دي يعني ربنا مش هيساوي بين اللي ذاكر اول السنه واللي ذاكر دلوقتي. والله انت لو ذاكرت دلوقتي ولميت المنهج وافتكرت كل القوانين وبقيت تحل والدنيا تمام ودخلت امتحان لجنه الثانويه عامه، والله توفيق ربنا هينزل عليك وهتحل وهتبقى باشا. مفيش الكلام ده. اعمل بس لايك في اخر شهرين دول عشان ربنا يشوف منك اللي انت بذلت اقصى ما عليك، بذلت جهدك كله، وكان عندك مثلا ظروف في اول السنه فخلاص ربنا هيعذرك. فما تحاولش بقى انك تبين ان انت خلاص هتضيع لاخر السنه. ابدا من دلوقتي واجتهد وبين ووري كده لربنا اللي انت ويا رب والله لسه فيها خير، والله لسه فيها محاوله اللي انا هعملها. كمان حاجه، بعد انت ما شفت الكلام ده كله وقررت هتبدا بقى والدنيا بالحماس خدك بقى، انا خلصت في فيديو دكتور فارس، انا هقوم اذاكر دلوقتي حالا. اهم حاجه بعد ما تسمع الفيديو ده ان انت تستمر. والله مثلا بعد ما سمعت فيديو دكتور فارس اليوم ده انتجت وحليت الفصل الاول فيزياء والفصل الاول كيمياء، ماشي. اليوم اللي بعده ولا انا ما عملتش حاجه. طب ليه؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني انت كل يوم لو شويه قليلين كده ساعه ولا ساعتين مذاكره او 3 ساعات او 4 ساعات على حسب مقدرتك، احسن من انك تذاكر مثلا اليوم الاول 20 ساعه ولا 10 ساعات وتيجي مثلا الاسبوع اللي بعده تفتكر انك هتذاكر تاني. ده غلط. استمر في الفتره الاخيره. كمان حاجه، اما تسمع الشرح لاول مره من الفصول المجمعه والمراجعه النهائيه تحس ان انت تايه شويه كده. طبيعي جدا، طبيعي انت تسمع الشرح لاول مره. فعشان تتغلب على الحاجه دي او تحس ان انت عاوز تتجاوز الحاجه دي، حاول مثلا ان انت تسمع الشرح كمان مره او تسرع الشرح. يعني مثلا تسمع الشرح لاول مره عادي جدا بسرعه ثم تكرره كمان مره، او انك تسمع الشرح لاول مره ثم تبدا تطبق عليه الكتاب عشان تبدا تفتكر. كمان حاجه من اهم الحاجات في الفتره الحاليه هي ان انت تحس ان انت محبط عاوز تاجل السنه والكلام ده. تاجيل السنه ده او تقسيم السنه هو من اصعب القرارات اللي انت تاخدها في الفتره الحاليه، وهو قرار غير صائب بالمره. يعني قرار انك تاجل السنه، ما انت لو مستواك السنه 60% هي السنه الجايه هتبقى 60%، يمكن تقل كمان. فكمل السنه زي ما هي كده. كمان حاجه افتكرها، الراحه لا تدرك بالراحه يا صديقي العزيز. الراحه لا تدرك بالراحه، يعني ان انت هتوصل لكليه مثلا مش وانت نايم على السرير. من ايه هتجيب من فين اللي انت المجموعه والتعب؟ لازم تتعب عشان تلاقي. خلصان. يعني الراحه لا تدرك بالراحه. لو انت قعدت كتاب والله وذاكرت واجتهدت هتلاقي كليه الطب جايه لك لحد عندك. والله لو انت مثلا تعبت في الدنيا سواء مش في كليه حتى او في مذاكره في اي حاجه هتلاقي نفسك يعني اللي انت كده بص هتلاقي ربنا مسهلك الامور. كمان اصعب حاجه هتمر عليك في الفتره الحاليه هي اول لما تصحى من النوم. هتحس ان انت خلاص ضعت ثانويه عامه والكلام ده. اول ما تصحى من النوم كده استهدى بالله، صلي الفجر، ابدا جرد القران، هتلاقي نفسك هديت اصلا.
سورة ياسين اهم حاجة. كمان حاجة، بعد ما تهدي نفسك لازم تعمل تاسكاتك من بالليل، عشان ما تصحى الصبح تفوجئ نفسك كده ورايا تاسكات هذاكرها، مفيش احباط مفيش الكلام ده. هو اصعب وقت هيمر عليك انت اول ما تصحى من النوم. انا مجرب الكلام ده كله، مصحى تلاقي نفسك بتقول لك يا لسه في ثانويه عامه ولسه الكلام ده ولسه قرف ولسه. اعمل تاسكاتك من بالليل عشان تصحى الصبح تطبقها على طول. بس كده خلاصة وزوبة ثانوية عامة. والفيديو الأخير ليك يا طالب ثانوية عامة، هينزل كمان فيديوهين، فيديو عن لجنة الثانوية عامة وفيديو عن ازاي تلم المواد غير المضافة للمجموع، وفيديو كمان أو فيديوهين عن ازاي تلم المواد العلمية لوحدها والمواد الأدبية لوحدها، ودول هدية من دكتور فارس. أعانكم الله ووفقكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. السلام عليكم.